هلا وشلونكم؟ تعالوا نسوي بورق بالعجينة السائلة. شغله كلش سهل وبسيط وكلش ناجح ويطلع كلش مقرمش، وتقدرون تلفوه وتجمدوه وتقلوه وقت الحاجة. أهم شي تلتزمون بالتعليمات حتى يطلع عندكم مثل ما تشوفون خفيف وكلش طيب. أول شي راح نحضر الحشوة. طاوة على النار، شوية زيت، ضفت لحم مثروم حمسته زين. من يحمس راح نضيف له ملح وفلفل أسود، وآخر شي راح أضيف معدنوس مثروم ناعم. وطفيت النار مباشرة حتى ما يتغير لونه يبقى أخضر مثل ما تشوفون. بالنسبة للعجينة، بالخلاط خليت 3 كوب مي وبيضة وكوبين طحين وكوب نشا وخاشوقة ملح. راح نضربها بالخلاط، وممكن طبعا تخلطوها بيدكم براحتكم. ومثل ما تشوفون قوام العجينة خفيف. وإذا هذا مقدار المي صار عندكم العجينة بيها ثقن، تقدرون تزيدون شوية مي وتخففوها. طاوة مسحتها مسحة زيت، ضفت مقدار من العجينة ووزعتها بهذا الشكل. راح تصير مثل الكريب خفيفة. إذا صارت ثخينة راح تنكسر عندكم من تلفوها. هذه أهم ملاحظة تنتبهون عليها. لفيناه بهذا الشكل، هو حار كلش عادي، بعدين نقليه بزيت حار، ولا تخافون لا ينفل ولا أي شي. وراح يطلع عندكم بهذا الشكل مقرمش وكلش طيب. حشيت جزء باللحم وجزء ثاني اللحم نفسه ضفت عليه شوية جبن، صار عندي شكلين. طبعا أنا سويت مقدارين، مقدار قليته وياكم والمقدار الثاني راح أفرزه بدون تقلاه. جربوها وبالعافية.